السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسماعيل أبو شادي في قناة عطور ريفيو، قناتكم المفضلة للزيوت العطرية والعطور والأدهان والمخلطات. بقالنا كتير ما بنعملش فيديوهات، كان عندي مشاغل رهيبة بحكم إن أنا شغلي في أكتر من دولة، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى في كمية ريفيوز لبرفانات وعطور وأدهان قوية جدا، لأن عملت كوليكشن قوي جدا الفترة اللي فاتت، وكل الكوليكشن ده إن شاء الله هعمل ريفيوهات عنه. كمية براندات جديدة، براندات قوية، عطور جديدة كلها، وعطور قبل كده كانت ديسكونتينيو وعرفت اوصل لها. وان شاء الله باذن الله هيكون في يعني مجهود قوي على القناه الفتره اللي جايه. وبرضه هنزل ريلز على الانستجرام على الاكونت اللي انتوا شايفينه دلوقتي. الريلز دي بتكون سريعه والستوريز، بحيث ان الحاجات دي بتبقى يوميات وبشكل اسرع. زي ما انتوا شايفين في عنوان الفيديو ان كان في معرض للعطور في الشارقة، في الاكسبو بتاع الشارقة. المعرض طبعا معظم البراندات والعطور اللي فيه كلها براندات اعتقد ان هي خليجية على مستوى الخليج، سواء سلطنة عمان، سواء كانت الامارات، البحرين، كان في دور من الكويت، دور سعودية كتير. طبعا يعني معروف الدور السعودية للعطور، زي العربية للعود، الماجد، نخبة العود. كان في دور عمانية، كان في دور إماراتية كتير زي هند للعود، ويعني كمية براندات كتير جدا. المعرض جيد. كان نفسي يكون في برضو شركات العطور النيش العالمية، كان فيه بس سيكشن واحد أعتقد زي ما انتم شايفين في الصورة اللي بيبيع عطور نيش، ولكن بالعدد قليل جدا، والمهرجان او الايفنت مركز اكتر على الماركات العربية. وطلعنا برضو بكام حاجة، يعني احنا مش هنخش المعرض ده من غير ما نشتري طبعا، بحكم ان الواحد يعني موضوع الشراء عنده في العطور ادمان. بس طلعت بكام حاجة حلوة حبيت اشاركها معاكم. منهم عطر هعمل له مراجعة في الفيديو اللي بعد الفيديو ده. تمام. اول عطر اشتريته كان من براند هند للعود. العطر ده جميل جدا، اسمه اهوجس. تمام. طبعا شكل العلبة بتاعت هند للعود فخمة جدا. تمام. لما نفتح العلبة، انا طبعا فتحته وشميته مش هستنى يعني فطبعا الزجاجة بتيجي 50 ملي، التركيز بتاعها ممتاز جدا. ده اول عطر اشتريته، عطر طبعا اهوجس. طبعا معظم براند هند للعود بيسمي اسماء اماراتيه. العطر ده هعمل له مراجعه كامله لانه عطر جميل، لان هو عامل توليفه انا بحبها جدا، هي توليفه التبغ مع العسل. اتعملت كتير، اتعملت في عطر من عطور جيرلان، اتعملت في عطر باك تو بلاك من كيليان، برضو توباكو مع هاني. انا بصراحه بحب النوع ده من التوليفات، وكمان في نوتة التين. فهنتكلم عن العطر ده بالتفصيل. عطر جميل جدا، جذاب، حميمي، سكسي، عطر رائع جدا جدا جدا، ويعتبر يونيسكس طبعا. العطر التاني اللي جبته برضو من هند للعود وهو عطر اسمه طحنون. تمام. طبعا هند للعود معظم عطوره بتكون 50 ملي، بس العطر ده 183 ملي من كتر ما عجبني. على فكرة الفيديو الجاي هتكلم فيه عن عطر طحنون، لانه عطر جوكر، عطر مناسب للرجال، مناسب للنساء، مناسب لاجواء السنة كلها، وهتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. تمام. انا عجبني من كتر ما عجبني العطر ومن كتر ما عجبني اداؤه، اشتريت ال 183 ملي لان هو جميل، وفي نفس الوقت الازازه دي اقتصاديه جدا مقارنه بالسعر. طبعا هو الخط بتاعه فريش سيترسي حمضي مع لمحات فكاهيه. العطر جميل جدا جدا جدا، هتكلم عنه بالتفصيل الفيديو اللي جاي، وعن ادائه وفوحانه والنوتس بتاعته، حاجات كتير جدا. عطر طحنون، اعتقد اسم طحنون هو اسم من اسماء الشيوخ او الامراء الاماراتيين. زي ما قلت لكم براند هند للعود يعتبر براند خليجي، ولكن الكواليتي بتاعته عاليه جدا. يعني البراندات الخليجيه انتوا عارفين فيها نقدر نقول ماركات تجاريه،
يعني بتعمل عطور جيده ولكن مش احسن حاجه. لكن براند هند للعود لا، براند ممتاز جدا والكواليتي بتاعته ممتازه جدا جدا جدا. بعد كده لفيت اكتر في المعرض. طبعا زي ما قلت لكم في دور كتير جدا، ولكن في دار وقفت قدامها عجبني قوي. صاحب الدار كان انسان كريم جدا. طبعا بالمناسبه معظم العطور اللي انا بتكلم عنها انا شاريها ودافع ثمنها، انا مش بعمل دعايه لحد، تمام؟ انا معظم كل العطور اللي على القناه انا شاريها من حر مالي، فالقناه بالنسبه لي والعطور هي هوايه، مش بدور من وراها على ربح ولا اي شيء. الراجل صاحب الدار دي اسمها دار شغف جاليري، تمام؟ كان انسان ذوق، شرح لي حاجات كتير جدا ومعلومات جميله جدا. وانا اخترت من عنده عطرين، عطر اسمه الديوان. العطر ده عجبني جدا. هو يعني في عطور شبه الريحه دي، ولكن انا عجبني الكواليتي بتاع عطر ديوان. هو عطر يعتبر سويتي، عطر بلسمي، عطر جميل جدا، يونيسكس، يصلح للرجال والنساء. وبرضه خدت من عندهم عطر اسمه اعيان. العطر ده حلو قوي. الناس اللي بتحب عطر لينج لينج رقم 7 اللي هو اسمه سيكوشي، البراند الالماني، العطر ده يعتبر واخد نفس الخط بتاع لينج لينج. العطر ده جميل وانا اتسالت عليه انا كنت النهارده في معرض كده تاني ملوش دعوه بالعطور، واتسالت على العطر ده 3 مرات. انا عجبني في الشركه دي الكواليتي بتاعت العطر والكونسنتريشن اللي هم حاطينه والجوده اللي عاملين بيها. وخدت برضو من عندهم المخلط ده عجبني قوي لان هو خلطه بين المسك واللبان، وانا بحب اللبان جدا. فالمعرض شغال لحد يوم 13 اكتوبر، معرض جيد جميل، كمان عاملين خصومات وعروض. عجبني جدا المعرض وطلعنا منه بشويه حاجات كويسه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم عن عطر طحنون، لان العطر ده عطر جوكر وعجبني جدا جدا، وهنتكلم ليه حلو وايه التفاصيل بتاعته. ان شاء الله الفتره الجايه زي ما قلت لكم هنرجع بفيديوهات قويه جدا وممتازه لبراندات كتير، براندات ايطاليه، براندات انجليزيه، براندات من اللي انتوا بتحبوها برضو، عطور جديده وعطور قويه جدا. في براند تركي برضو شفته مؤخرا عجبني جدا. لا يعني في حاجات كتير كويسه ان شاء الله. متنسوش تعملوا لنا لايك، سبسكرايب، شير. عايزين ننشط القناه تاني ونرجع نطحن فيديوهات زي الاول، وان شاء الله باذن الله تنبسطوا معانا. واللي حابب يشوف الستوريز اللي بنزلها اول باول على الانستجرام بتاعي. وشكرا جزيلا لكم، مع السلامه.